في محلات شاورما هتعلن افلاسها بعد الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة احلى شاورما بيتي مع بعض. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة. معايا كده علبة من الزبادي، ومعايا معلقة بابريكا، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة كاري، ومعلقة فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، كركم كده على طرف المعلقة، وهنملح وهنبتدي نقلب الخلطة بتاعتنا كويس جدا. دي كده التتبيلة بتاعتي. هضيف عصير ليمونة بس انا ضفته في الاخر، بس يتضاف في الاول مفيش اي مشاكل. هبتدي اقلب بقى، انزل بقطع الفراخ متقطعة شاورما رفيع خالص كده، صدور الفراخ او لو الاوراق برضو عادي مفيش مشاكل. وهبتدي انزل بعصير ليمونة وهقلبها في التتبيلة كويس جدا. هبتدي بقى اديها تقليبة كمان كده. ومعايا طاسة سخنة جدا فيها زيت. الزيت هسيبه يسخن جدا علشان تدي صدمة للفراخ فما تفقدش السوائل بتاعتها. وهبتدي انزل بالراحة كده وافردها كده في الطاسة، ومش هقلبها خالص غير لما احس انها خدت صدمة من الناحية التانية. هبتدي اقلبها كده، وهنزل بالبصل. ده نص كيلو من البانيه عموما، ونزلت ب3 بصلات كبار متقطعين جوليان. اول ما البصلة تدبل شوية كده هنزل بالفلفل الوان كده. شايفين الجمال والالوان والدلع؟ شكلها يفتح النفس جدا. اول ما هيتبلوا مع بعض كده برضو البصل والفلفل بتاعي، هبتدي انزل بحبيتين طماطم متقطعين مكعبات صغيرة، وهدي تقليبة وارفعها على النار. وهسيب الكلام ده كله كده ياخد ويدي مع بعضه لحد ما هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي املح واديها تقليبة كمان. تظبطي الملح بتاعك بقى. شايفين الالوان والدلع؟ خلاص كده هي بقت جاهزة معايا. هنبتدي بقى نحشي السندوتشات الشاورما بتاعتنا. انا هنا كده استبدلت عيش الشاورما بالرقاق. الفرق بينهم مش كبير خالص على فكرة. وضفت بقى، ضيفي الصوصات بتاعتك اللي انت متعودة تضيفيها. ممكن بطاطس برضو، تقلي بطاطس وتضيفيها عادي جدا مفيش مشاكل. لحد هنا بقى بتبقى انت وذوقك بصراحة. وهبتدي الف السندوتش بالشكل اللي انتوا شايفينه. ومكان ما حمرنا الشاورما، او مكان ما عملنا الشاورما في الطاسة، الزيت اللي فاضل كده منها هبتدي ان انا احمر فيه السندوتش بتاعي. هيتحمص من على الجنبين وياخد لون، ويبقى بالجمال اللي انت شايفينه ده كده. تقدميه بقى بألف هنا. وبإذن الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.